اعطيك شويه من نهج البلاغه. تخيل وياي اخوك الاصغر منك ب 13 سنه يأدبك وينطيك درس بالحياه على مر الزمان. اسولف لك. سنة 37 للهجرة، الإمام علي عليه السلام كان خليفة المسلمين بالكوفة. فد يوم من الأيام جاء عقيل بن أبي طالب على أخوه الإمام علي عليه السلام، دق الباب عليه. السلام عليكم السلام. قال له يا أمير المؤمنين أنا محتاج فلوس ووضعيتي تعبانة حيل فأريدك تدايني. أمير المؤمنين قال له بسيطة، أنا محوش لي 7 دراهم أشيلهن كلهن وأعطيك إياه. عقيل قال له يا 7 دراهم أنا محتاج 700 درهم. قال له مو بيت مال المسلمين يمك؟ انطيني منهن. الإمام علي قال له ماكو مشكلة، نهاية الشهر ينزل الراتب مال المسلمين فأنت أخذ حصتك حالك حال العالم، ومو بس هاي حصتي راح أعطيك إياها ماكو مشكلة. بهاي الأثناء أمير المؤمنين بيده حديدة ويقلب الحطب والحديدة حامية. عقيل تقرب عليه قال له يا أمير المؤمنين رتب لنا الحكي، انت مو الخزنة مال المسلمين يمك؟ دشيلني منها شوية وانا اخوك الكبير وهم مو غريب اخيك. هنا اختاض الامام علي. الامام علي عليه السلام جر الحديدة وخلاها على ايد عقيل. انت شو صح؟ الامام علي قال له ايش بيك؟ قال له هاي تشويتني؟ قال له ايه؟ عقيل قال له اني لاراك قد اجهدت على نفسك بالحق حتى اصبحت لا ترحم ذي القربى. تشويني؟ غير انا اخوك الكبير. اسمع الرد مع سيد البلاغه، يقول وعاودني مؤكدا وردد علي القول فاصغيت اليه سمعي فظن أني أبيعه ديني فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر فيها فضج ضجيج ذي دنف منها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. كنت وين تسولف بابا لك كان علي بن أبي طالب ويجيك البطال يقول لك ليش تحب نهج البلاغة؟ استاذي اكو هواي من عقيل بن أبي طالب بس يا ترى اكو من علي بن ابي طالب؟ عرفت شلون؟